السلام عليكم. دماء تخرج من أسفل الكعبة قبيل الحج مباشرة، معجزة كبيرة جدا تهز العالم الإسلامي. انظر ماذا حدث. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. تداولت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي صورة وفيديو يظهر آثار دماء على بلاط صحن الطواف بجوار الحجر الأسود والكعبة في مكة. وجاء في التعليقات المرافقة أن هذا الفيديو يظهر خروج الدم من الأرض بالحرم في ذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب، فيما قال آخرون إن الدم خرج في ذكرى مقتل ابنه الحسين. كما سبق أن ظهر هذا المقطع أيضا مع الادعاء بأنه يظهر بقايا رجل أراد تنفيذ تفجير انتحاري في الحرم المكي، لكن كل ما تقدم من ادعاءات حول هذا الفيديو غير صحيح. ويظهر هذا الفيديو دماء شخص أصيب خلال تدافع في الحج عام 2017 بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ويسمع في المقطع صوت رجل يتحدث بلغة الأردو. وبحسب الترجمة التي وفرها صحفيون لوكالة الأنباء الفرنسية في إسلام آباد، فإن الرجل لا يأتي على ذكر دم عجائبي، بل يتحدث عن حادث وقع أثناء محاولة البعض الوصول إلى الحجر الأسود وسط الزحام. ويقول الرجل صاحب الصوت كما ترون في هذه اللحظات أثناء تقبيل الحجر الأسود كلمات غير مفهومة: وقع حادث كبير، لا ينبغي أن يحاول أحد تقبيل الحجر الأسود في وقت الزحام. لقد وقع حادث كبير للتو، مطلوب منكم كلكم ألا تبذلوا جهدا كبيرا، لا تحاولوا أن تقبلوا الحجر الأسود، إنه وقت صعب. وكانت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام نفت في 30 سبتمبر 2017 وقوع حادثة بالمسجد الحرام بالقرب من الحجر الأسود. جاء ذلك بعد تداول صورة خلال الفترة الماضية يظهر فيها وقوع حادثة نتج عنها آثار دماء على بلاط صحن الطواف بجوار الحجر الأسود. وأوضح الناطق الرسمي للقوى الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي بأن ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي لصورة يظهر فيها آثار دماء على بلاط صحن الطواف بجوار الحجر الأسود هي صورة قديمة، عبارة عن إصابة عرضية لأحد الحجاج من جنسية أفريقية في العقد الخامس من العمر، وقد تعرض لإصابة في الساق نتيجة زلة قدمه، ولم يتسبب أحد له فيها، وتم إسعافه مباشرة من قبل رجال الأمن المتواجدين في الموقع ونقله إلى مستشفى أجياد في حينه ليتلقى العلاج اللازم. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام وتقبيل الحجر الأسود. وفي النهاية، إذا أعجبك المقطع فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله.